ما هي ضمام، اتق البرص والجذام والجنون، الآلهة هتضرك. فقال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل علينا كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنهما وارضاه فما سمعنا بوافد قوم كان افضل من ضمام ابن ثعلب. البخاري ومسلم اتفقوا على ورود اثر ضمام مع اختلاف في سياقات الحديث، لكن طبعا الحديث نفسه حديث صحيح سندا. الرسول ما قالوش انتوا كشاتين وخلاص، هو اصلا كراجل لسه ما اسلمش كان عارف ان الاسلام يقتضي خلع الانداد والاوثان، مع انه بيقول وحده لا شريك له، لكن اكد ان ونخلع الانداد، وراح لقومه على طول قبل ما يقول لهم انتوا الشاتين، ولا قبل ما يقول لهم انه بمحمد. اللات والعزى دي باطل، قبل ما بسم الله كده قبل ما نبدا في الكلام، اللات والعزى دي باطل، دي اول كلمتين. طبعا ده دليل ان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان بيقعد بالايام لكي يسلم شخص، وده في يوم شخص اسلم باسلامه الاف، ولذلك انت في الدعوة الى الله قد تصادف هؤلاء اللي يسلم باسلامهم الاف، لكن المسألة محتاجة صدق وجد واجتهاد. طيب حديث في سنن البيهقي يقول عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن مسعود اخذ بالكوفة رجالا ينعشون حديث مسيلمة الكذاب، بيتكلموا ان مسيلمة كان على حق. هو سمعهم كده بعد الفترة الطويلة من حرب مسيلمة وانهم تابوا خلاص، فمعد قدام المسجد سمعهم بيقولوا الكلام ده، فكتب فيهم الى عثمان بن عفان، فكتب عثمان رضي الله عنه وارضاه ان اعرض عليهم دين الحق وشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ركز كده، فمن قبلها وبارئ من مسيلمة، يبقى لابد ان يبرأ من هذا الشرك الذي قاله هذا الشخص. قال فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله. قال فقبلها رجال منهم فتركوا، ولازم دين مسيلمة رجال فقتلوا. في مجموع الفتاوى لابن تيمية، نركز بقى، النقولات دي انا بقرأ من تقريرات في التوحيد، عشان اللي حابب يقرأ معانا صوتيا ويبقى حتى اعتياد على مسألة نقولات الآيات الأحاديث، نقولات العلماء، وده مش عبادة للموتى زي ما كان الأستاذ اللي بيعلق.